بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في قناة شوكة وسكينة مع حورية. النهاردة هنعرف مع بعض أهم التركات في عمايل المحشي وتسويته عشان يطلع معانا محشي مفلفل وجميل وزي الفل. أول حاجة اما نيجي نقور الكوسة ما نقورهاش ونخليها رفيعة قوي عشان كمان يبقى فيها غذاء كويس وعشان يكون طعمها حلو. كمان البتنجان ما نخليهوش رفيع قوي لحد ما يبقى معصور مننا. اما نيجي برضو نرص المحشي بنرصه واقف في الاول خالص. اما بنيجي نحط الرز في المحشي في البدنجان بنحطه هو والكوسة مش للآخر. الكوسة بتبقى لنص الكوساية، أما البدنجان بتبقى تلتين البدنجانة عشان كده كده الرز بيزيد. تاني حاجة اما نيجي نرصه في الحلة لازم نرصه واقف كده عشان الرز ما ينزلش، وفي ساعة التسوية بيبقى المحشي الحلة كلها رز فلازم يكون واقف. والفلفل كمان واقف. انا عملت كله واقف اهو. ولما جيت احشي كان في باقي شويه خلطه ما شلتهاش ولا رميتها. رحت قايمه بسرعه سلقت بصلايه وعملتها، كان ده الطعم جميل جدا. اما نيجي بقى نشرب المحشي بالشوربه بنروح حاطين الكوسه لحد نص الحله بس نص الكوسايه، اما البدنجان برضو بيملى تلتينه. بنحط تلتين طول البدنجانة، ما نحطش شوربة كتير. ما عندناش شوربة ممكن نحط مية عادي، بس المية دي بنحط فيها مكعب مرق مع بهارات لحمة او بهارات فراخ. لو عندك، ما عندكيش حطي ورق لوري، حبهان، مستكة، شوية جنزبيل، فلفل اسود، كمون. كل ده بيدي طعم جميل قوي، بس خليها تغلي وبعدين شربي المحشي بيها. دلوقتي بقى خلاص هنولع عليه. سقيناه اهو، شايفه الشوربه لحد فين. في الكوسه قلنا لحد نص الكوسايه، في البدنجان تلتين البدنجان. هنولع عليها على البوتاجاز ونخليها 7 دقايق مش اكتر من كده على نار عاليه ومتغطيه عادي. بعد ال7 دقايق هنروح موطيين على المحشي ونروح ونفضل برضو مغطيينه. دلوقتي اهو شايفه منظره بعد ما استوى بقى جميل وحلو، ومفيش الحله مش مليانه رز، مفيش فيها رز خارج ولا اي حاجه. وده كده الشكل النهائي بعد ما استوى. شكله جميل وحلو ومفلفل ومفيش فيها رز ولا اي حاجه خالص ولا معجن ولا اي حاجه. خد تسويه قد ايه؟ ساعه الا ربع بعد ال7 دقايق الاولانيين، يعني 7 دقايق بعدها ساعه الا ربع. مفيش فيها اي حاجه. شايفه قد ايه جميل، شايفه قد ايه مفلفل. حاجة كمان، أول ما نطفي عليه ما نغرفوش على طول، نسيبه يهدى في الحلة شوية مدة 2 3 5 دقايق بالكتير قوي، وبعدين نروح غرفينه. وألف هنا على قلبكم. وما تنسيش بقى تحطي اللايك الجميل.